معانا النهارده السكوتر الاس ار اللي انا راكبه دوت، السكوتر بتاع اخويا باسم. والسكوتر دوت فيه حاجه غريبه هتعرفوها دلوقتي، وهي في شغل اللي اتقدم يا جدعان. مش هتكلم عن اي حاجه في السكوتر، هخلي صاحب السكوتر هو اللي يتكلم، بحيث زي ما انتم متعودين هو ينقل لكم تجربته. بصوا يا جماعه بالظبط، اخوكم باسم اهو زي ما انتم شايفين ده سكوتر اس ار 150 سي سي. حلو، بس كله متعدل. حلو. من اول اشرح لنا بقى التعديلات اللي ممكن تتعمل في السكوتر، عشان الناس مفكره ان السكوترات ما بتبقاش تعديلات. لا لا لا، بص اول حاجه السكوتر ما بينزلش بانتظار. حلو، ده في انتظار ورعاش. تمام كده رعاش كده، ده رعاش يا جدعان. حلو تمام. تيجي المفاجاه بقى الكبيره اللي هسيبها لكم. المفاجاه الكبرى. هو المفتاح قد حلو، بس ايه افتح اقفل انذار ظبط لو حد جه جنبك. حلو، دور بقى، دور بالريموت برضه. قلة أدب يا جدعان. اللي انتوا بتشوفوه ده قلة أدب. يعني يا زميلي احنا متعودين ان السكوتر حنتوفه كده وكوتشي وبتاع، انت كده خليته شرس خالص. كده شرست السكوتر خالص. لازم برضو ايه اهم حاجه من اي حاجه الحمايه. بالظبط، السيفتي بتاعتك. الحمايه مظبوط. تمام يا جماعه، عشان العبث. سكوتر راكب اي حاجه لازم الحمايه. ده يا جدعان السكوتر الاس ار بتاع باسم، يعني بيأدي على السكه السكوتر ده. اطلع وجرب. اكيد. لا بس يلا بينا، يلا بينا اطلع معايا جرب على السكه. اهم حاجه واحده واحده، ايوه كده، بس السيفتي بتاعتك ما تعملش ايه زي